إذا لعب الهلال فخبروني فإن الفن منبعه الهلال. مبارك فوز الزعيم الهلالي وهاردك للثقافة الذي قدم مباراة جميلة. كالعادة وبعد كل لقاء رأيي المتواضع، وقد أكون مخطئ وقد أصيب، بالنهاية هو اجتهاد شخصي. سأبدأ بالإيجابيات ومن ثم السلبيات. المباراة السابعة على التوالي والهلال يحافظ على نظافة شباكه، رقم قياسي مسجل باسم الهلال. القناص مرابة والحديث عنه يطول، 10 أهداف في 10 مباريات، تمركز، خبرة، مواصفات، رقم 9 متكامل. الفريق اليوم لم يكن كعادته ومع ذلك انتصر، وهذه صفات الفرق الكبيرة والتي لا تهزم حتى إن لم تكن في يومها. طبيعي جدا أن يمر أي فريق بفترة سيئة، عدة عوامل تؤدي إلى ذلك، منها بعد المسافات والغيابات وعوامل أخرى، ومع ذلك الفريق لا يتأثر. البدلاء ما زالوا العلامة الفارقة، صندوقة، صغير بالعمر كبير بالأداء، وهدف عالمي ما شاء الله. الجدار رمز الفاخوري، 10/10، ينقذ الهلال دائما، حارس مميز جدا. سامر الجندي قدم أفضل مباراة له منذ بداية الموسم دفاعيا وهجوميا. لم أشعر أن اللاعب عز أبو سنين قليل الخبرة أو خائف، بالعكس تماما، كان يلعب بثقة، وهذا يحسب للكابتن عمار وله. بصراحة لم أرى أي سلبية اليوم، حتى لو لم يكن الفريق كعادته، رغم أن كل اللاعبين تقريبا لم يكونوا بالمستوى المعهود. قد تكون السلبية الوحيدة هي تبديل لاعب الوسط، نزل بلاعب طرف أو وراء المهاجم وهو عويسات، حتى مع عودة مرابة للنصف، ولكنه ترك فراغ كبير في وسط الملعب. شكرا جزيلا ودمتم.